يا صباح الفل. والله أنا مش عايز أطول، بس طالع أتكلم على التحكيم الهزيل. هو لغاية إمتى؟ يعني لغاية إمتى هنفضل في القرف ده؟ يعني يقولك كأس الرابطة، إيه بطولة كأس الرابطة اللي انتوا يعني بتعملوه فيها كتحكيم؟ يعني أنا مش عايز أقول الجملة أو الكلمة اللي انتوا بتعملوها كتحكيم. بتعملوا إيه؟ مش هعرف أقولها، مش هينفع أقولها. امبارح ضربتين جزاء واضحين زي الشمس، الحكم يحسبهم ويجي خالد الغندور ابن كابتن جمال الغندور قاعد على الفار يلغي ضربتين الجزاء. ضربتين جزاء واضحين زي الشمس، واحدة فيها ايد برجل، يعني فيها زقة وفيها رجل من تحت من مدافع الحرس، والكرة التانية واضحة جدا ان العرقلة، يعني رجل بتزيرة جوه منطقة الجزاء وفي رجل. هو ليه الحكم حسبها في الايد؟ يعني ان هي مسكت فالنة؟ لا، الكرة فيها عرقلة من تحت في الرجل، فتغاضى عن احتساب ضربتين جزاء. مش تغاضى، ده لغى ضربتين جزاء. وفي ماتش الأهلي مع سيراميكا تيجي برضو الكورة في إيد مدافع الأهلي والحكم ما يحسبهاش؟ إزاي دي جاية من رجل مدافع الأهلي لإيده؟ فأنا مش فاهم لحد إمتى بقى يعني، لحد إمتى القرف ده؟ إيه بكأس الرابطة دي؟ يعني أكيد إحنا مش هنعمل كده في كأس رابطة يا جماعة، ده أي حد بياخدها. فيا جماعة استقيموا يرحمكم الله. سمعة التحكيم المصري بقت وحشة، سمعة الكورة المصرية بقت وحشة. وصلتوا الفرق والمنتخبات للي وصلوا له ده. منتخبات الشباب بتخرج من الدور الأول كأس العالم، منتخب التاني بيخرج من الدور الأول كأس العرب، وربنا يستر على المنتخب الأول. أنا بس عايز أقول لكم استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم.